مرحبا يا جماعة، كيف حالكم؟ تتذكروني كنت طفلة صغيرة بطلع بكل براءة احكي لكم قصص، تحديات، اعمل لكم، اضحككم. غبت عنكم تقريبا 3 سنين او 4، بس ولا عمري نسيت الكاميرا ولا عمري نسيتكم لما كنتوا تقولوا لي يارا بنحبك، بنحب طاقتك الإيجابية. بس أنا هالحين اتغيرت كتير، صرت صبية بس القلب هو. خلال السنين اللي غبتها عنكم صار في كتير أشياء وكتير مآسي، وأكتر إشي أثر فيه حرب غزة، لأنه كنت بنت بحب الحياة، بحب أضحك، وفجأة لقيت حالي في خوف وقلق ونزوح من منطقة لمنطقة. أحيانا كنا ننام على صوت الصواريخ، نصحى نلاقي حد من قرايبنا مفقود مستشهد. يعني زي ما انتم شايفين الاختلاف في حياتنا قبل الحرب وبعد الحرب اختلاف جدا كبير، مش بس في حياتي أنا، في حياة كل الغزازوة. خيمة بدل بيت، شمعة بدل كهرباء، جراد المي بدل الحنفية هيك نفتحها نلاقي المي بتنزل لحالها زي كل الناس. يعني عن جد هذه الحرب أثرت فينا 100%. تعلمت كتير أشياء، تعلمت إني أصبر ومهما صار ما أوقفش وأضل مكملة. الناس بشوفوا فينا صمود بس محدش بشوف الوجع اللي جوانا. في الحرب حسيت إني كبرت غصب، صرت مسؤولة عن حالي وعن اللي حوالي، صرت أفهم إيش يعني خوف، إيش يعني أعيش برا بيتي 2 سنين كاملات، إيش يعني لما ألاقي قطعة خبز وكاسة مي. وبهذه اللحظات كنت دايما أقول لازم أرجع ولازم أحكي قصتي، مش عشان الشهرة بس عشان الناس تعرف بإيش مرينا. غزة مش بس حرب، فيها ناس بتحلم، فيها صبايا زي كان عندهم طفولة وانسرقت منهم، بس لسه عنا أمل. رجعت عشان أكمل اللي بديته وأنا صغيرة، بس اليوم عندي رسالة أكبر، بدي أشارككم حياتي الحقيقية، كيف صرت زي هيك، أضحككم شوي، أبكي معكم شوي. أمورة اليوتيوب رجعت، بس اليوم صارت صبية اسمها يارا تايه، أحمل هم غزة وكمان أملها، وبتمنى تتابعوني وتشاركوا فيديوهاتي. باي.